السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله. كيف العاده يا الاخوات، غادي نبارطاجي معكم واحد الكيكه بسيطه جدا، كما كتشوفوا من الوجه ديالها باينه بسيطه. وكنتمنى هاد الوصفات اللي كنقدم لكم كينالوا الاعجاب ديالكم، وغير قبلوا علينا الاخوات، راه غير اللي كنعرفوه الوصفات اللي كنعرفوها كنبارطاجيوها معكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 4 البيضات، غادي نضيف له واحد الكاس ديال سنيده ديال العنبه، وغادي نخلطهم مزيان. كما قلت لكم البنات اول فيديو، هذا الكيكه بغيت نبارطاجيها معكم من جيت نديرها لوليداتي، قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم، وهي راه بسيطه القوام ديالها. عندي هنا كاس ديال سنيده العنبه، وغادي نخلطهم بالخلاط الكهربائي، ولا بغيتو ديروا غير بالخلاط اليدوي. المهم خلطوه مزيان، هاد العناصر تخلط مزيان. وصافي من بعد ما تخلطوا هاد البيض مع السنيده، غادي نضيف كاس ديال الزيت العنبه، واحد المعلقه كبيره ديال الخل كيعطي لها هشاشه لهاد الكيكه، الخل العادي، نضيف كاس ديال دانون، يا اما يكون الفاني ام البنان. صافي البنات، غادي نخليهم هاد العناصر يتخلطوا مزيان. غادي ناخذ واحد الاناء من بعد ما تخلط هاد العناصر، غادي نفرغ فيه هاد الخليط. غادي ناخذ الدقيق، غادي نوضع فيه الدقيق، هذا الخليط على حساب هذا الخليط. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا راني غربلته، وغادي نضيفه للخليط. المهم الدقيق الابيض كيكون على حساب الخليط. غادي نخلط حتى ينسجم مزيان الدقيق مع هذا الخليط، وغادي نضيف واحد 3 ديال الساشيات ديال الخماره الكيماويه. غادي نضيف عاود الدقيق كما كتلاحظوا. عندي هنا 3 ديال الساشيات ديال الخماره الكيماويه، ما يعادل 7 الغرامات. انا درت هنا 3 على حسب المول عندي عالي، الا كان المول عندكم هابط شويه غادي ديروا غير 2. بالنسبه لهاد الكيكه انا بغيتها تجيني عاليه شويه. صافي غادي نخلط، المهم نخلط هذا الخليط مزيان. بالنسبه للخليط ما يجي ثقيل ما يجي خفيف. صدقونا البنات هاد الكيكه راها جات هشيشه، والله العظيم الا جات هشيشه وزوينه. المهم بالنسبه لهاد العناصر كما كتلاحظوا راها بسيطه، وفي اي راها موجوده في اي بيت. انا عندي هنا هاد المول
ديال الجرانيت كما كتلاحظوا. هو ما كيلصقش ولكن انا كندهنه بالزيت احتياط وصافي. من دهنوه بالزيت دغيا الحاجه كتهبط ما كتبقاش لاصقه فيه وصافي. غادي ناخذ هنايا هذا الخليط ونفرغه في المول. انا خديت هذا المول على شكل ورده وكاين اشكال بزاف منهم، الشكل اللي يعجبكم تاخذوه. غادي ناخذ هنايا الخليط وغادي نفرغه. حاولوا تطلعوا هذا الاناء الفوق باش داك الفقاعات يتحيدوا من الخليط. صافي دابا هنايا في هذا الاثناء انايا غادي ندخلها للفرن على 180 دوغري. غادي نطيبه في الاسفل حتى نشوفها كتطلع، عاد نطلعها الفوق طيب من الوجه ديالها. هانتوما البنات كما كتشوفوا الوجه ديالها جا غزال وجات هشيشه. البنات كما قلت لكم راها جات هشيشه. هانتوما كما كتشوفوا غادي نقلبها بهذا الصحن. انا ملي كندهن هذا الجرانيت كيساعدني في السال، حاجه كتحيد ما كنلقاش معها شي صعوبه. هو كيقول لك ما كيلصقش ولكن احتياط وصافي. صافي البنات هذا هو الوجه ديالها. انا غادي نزينها هنايا بالشوكولا البيضاء. شوفوها كما كتشوفوا الهشاشه ديالها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا هنا ذوبت باماغي الشوكولا البيضاء وغادي نزين بها. بغيتو تزينوا بالشوكولا او القوقعه ولا اللوز، المهم باش ما بغيتو تزينوا. الزين كيبقى اختياري ولا تقدروا تخليوها غير هكا سامبل. الوجه ديالها ما شاء الله. صافي البنات خليكم معايا تشوفوا الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتلاحظوا. وكنتمنى البنات نال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.